حساب شباب البنك العربي اكتر فيديو اتطلب مني في اخر 3 شهور، والفيديو ده كل ما اجي اعمله بتحصل حاجه او حدث جديد فبنشغل فيه وما بعملوش، فبعتذر لكم كلكم ان انا اتاخرت في تنزيل الفيديو ده. مبدئيا البنك العربي من البنوك اللي مش معروفه قوي لكنه بيقدم خدمات كويسه جدا ممكن ناس كتير ما تعرفهاش. مبدئيا البنك العربي بيديك حساب اسمه حساب الشباب لو عمرك من 16 ل 25 سنه، يكفيك بس يكون معاك البطاقة الشخصية وبتروح تفتح الحساب. مش مطلوب منك أي حد أدنى ولا أي مصاريف ولا أي حاجة، أنت بس مجرد بالبطاقة الشخصية بتفتح الحساب. المفروض البطاقة من نوع فيزا بتستلمها في خلال 14 يوم. بعد كده أول ما بتستلم الفيزا وتفعلها بتبتدي تتعامل بيها. خلي بالكوا إن البطاقة بتاعت البنك العربي من نوع فيزا مش ماستر كارد، وخلي بالكوا كمان ان هي بتتربط بالبيبال، واعرف ناس كتير جدا رابطينها بالبيبال. انا عارف ان البنك العربي نفسه بيقول ان هي مش بتتربط، لكن عن تجارب تقريبا 90% من الناس اللي معاهم البنك العربي شغاله معاهم بيبال. الفيزا من نوع ديبت، وطبعا الحساب ده بيديك رقم حساب دولي من نوع ايبان تقدر تستقبل عليه من وايز، من بايونير، اي موقع ربحي بيدعم التحويل او الواير ترانسفير هنا في مصر. الفيزا دي تقدر تتعامل بيها دوليا، طبعا تقدر تتعامل لانها من نوع ديبت. طيب حدود الفيزا دي ايه دوليا؟ مبدئيا كده العمولة بتاعة الفيزا دي دوليا هي 10% زي اغلبية البنوك. حد يومي للسحب هو 5000، وحد يومي للشراء هو ما يعادل 10000 جنيه. طبعا السحب ده خارج مصر. اما بالنسبة للحدود الشهرية فحد شهري للسحب من الاي تي امات 10000 جنيه، وحد شهري للشراء الدولي ما يعادل 20000 جنيه. طب واحد دلوقتي هيقول لي انت قلت في فيديو قبل كده ان هو من 5000 ل 10000. انا دايما بدي رينج اقل من رينج البنك، لان في عمولة تعامل دولي ما يعادل 10%، وفي الغالب معظم الناس ما بيوصلوش للحدود الدولية بتاعت البنك. في الغالب بتحصل حاجة وما بتقدرش توصل لها. عمولة السحب الدولي من الاي تي ام 6% مش 10%. ال 10% دي على الشراء الدولي، اما السحب من اي تي ام بره مصر هي 6% بحد ادنى 50 جنيه. طبعا الفيزا دي مش هتشتغل معاك سكريل زي بقيه البطاقات المصريه، لكن هتشتغل معاك بايبال، وهتشتغل معاك جوجل بلاي. مش هتقدر تشحن بيها وايز، وتقدر تستقبل عليها من بايونير، بس اهم حاجه بايونير مش بيقبل اقل من 18 سنه. طبعا لو جينا اتكلمنا على مميزات البنك ده، مميزاته ان مش ناس كتير بيستعملوه فالضغط عليه قليل شويه. تقدر تفتح الحساب من خلال تطبيق الموبايل، وده ان شاء الله هعمل لكم عنه فيديو مخصوص. لو شاب وفتحت الحساب ده وعدى عمرك 25 سنه هيتوقف الحساب وهيطلبوا منك اوراق جديده، عشان خلاص كده انت تخطيت سن الحساب، وهتبقى حساب توفير عادي من خلال البنك العربي. بالنسبه لعيوب البنك ده، الاي تي امات بتاعته قليله جدا، ودي تبقى مشكله بتقابل ناس كتير جدا، وبعض العملاء بيشتكوا بقى ان في مشاكل في السحب والتحويل والكلام ده. بس المشاكل دي في اغلبيه البنوك. اللي عايز يستعمل البنك ده كحساب شباب هو ممتاز جدا ولا يقل عن حساب بنك اسكندريه، واللي عايز يستعمله كبيبال هيشتغل معاه ان شاء الله، واللي عايز يستعمله كاستقبال حوالات دوليه من اي موقع يقدر يستعمله. اتمنى بكده ان انا اكون افدتكم. هتلاقوني سايب لكم مقاله في وصف الفيديو فيها كل شيء عن البنك ده. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.